الطائر ده ما بيجريش ورا الفريسة، ده بيخلي الفريسة هي اللي تجري عليه. ده البلاك هيرون أو البلشون الأسود، طائر أسود بالكامل، لكن أخطر حاجة فيه هي الفكرة. أول ما يلمح السمك تحت المية ما بيتهورش وما بيطاردش، بالعكس بيهدى ويفرد جناحاته بالراحة جدا لحد ما يعمل فوق وش المية ظل معتم تماما. الظل ده بيقلل لمعان سطح المية فيخليه يشوف الفريسة أوضح، وكمان بيخفي ملامحه عن السمك، فالسمك يبدأ يقرب من الضلمة فاكرها ملاذ آمن، ركنة هادية يستخبى فيها. وهنا يبدأ الخداع الحقيقي. في اللحظة اللي الفريسة تقرب فيها كفاية تنزل ضربة واحدة، منقار طويل مستقيم حاد ينزل بسرعة خاطفة من قلب الضلمة ويلم الفريسة قبل ما حتى تفهم إن المكان اللي استخبت فيه كان هو نفسه الفخ. وده اللي يخلي المشهد مبهر فعلا، إن الطائر ده ما كسبش لأنه الأسرع ولا لأنه الأعنف، كسب لأنه الأذكى. اعمل لنا متابعة علشان حكايتنا لسه ما خلصتش.